خليني اسالك السؤال الاول. اقاطع ولا ما اقاطعش؟ هسالك. انا سبتك تكمل الاخفاق وكره قدم عقيمه وكل ده. كان ممكن اقاطعك ولا كان عادي اسيبك تسال السؤال للنهايه؟ هسال الاول. اسال. يعني انت ما سالتش كده؟ لا لسه ما سالتش. طيب دي مقدمه استهلاليه. هات من عند الاخفاق. انت متهم بالفشل مع المنتخب والخروج من الدور الاول، ولم تقدموا حتى هذه اللحظه اي اعتذار لشعب مصر. فبنتكلم بقى في الحته دي مهمه جدا. نتكلم ورقه وقلم ولا نتكلم سوشيال ميديا؟ زي ما انت معاك. نتكلم ورقه وقلم. اولا انا توليت مسؤوليه المنتخب ده في شهر فبراير، يعني من حوالي 7 شهور بالظبط، لحد يوم 3/10 اللي هي اخر مباراه في كاس العالم في المجموعات كان يوم 3/10، فتقريبا 7 شهور بالظبط. فانا متهم بالاخفاق. اولا انا ما اتهمتش بالاخفاق، الاخفاق ده بالنسبه لي كلمه مرفوضه شكلا وموضوعا. امال بتسميه ايه؟ ليه؟ عدم توفيق. اخفاق حاجه وعدم توفيق حاجه. ايه الفرق ما بينهم من وجهه نظرك؟ الاخفاق ان انت بتشتغل في بطوله بتخسر كل مباراتك وتطلع صفر اليدين زي ما بيقولوا، لكن الحقيقه ان انا في المباراه اللي هي الثالثه في المجموعه عايز ارجعك لنقطه مهمه. ما اعرفش انت، حد قال لي ان انت كنت على الهوا وقلت مباراه نيوزيلندا. اتفرجت على مباراه نيوزيلندا؟ لا، مباراه اليابان هي اللي كنا فيها. لا، اتفرجت على اليابان. سيبك من اليابان لان اتفرجت عليها في الاعداد. اليابان هم البدايه وده وضع طبيعي جدا في اي مباراه في كاس عالم. كانت بتاعت تاني يوم الصبح بالظبط كده. لكن مباراه نيوزيلندا مثلا انا عايز اقول لك ان الاستحواذ بتاعي كان 70-30 في البتاع، ولكن ما وفقتش وخسرت المباراه. طب خلينا نرجع للاخفاق والمباراه الاخيره اللي هي مباراه تشيلي اللي كان حتما ولا بد ان انا لازم اكسبها عشان اتاهل للدور الثاني. لما تيجي تقول لي اخفقت، انا كسبت صاحب الارض والجمهور على ملعبه في وسط 60,000 متفرج، واللعيبه ما شافتش قبل كده جمهور بالشكل ده ولا بالحجم ده ولا خبراتها ترتقي للمستوى ده في الفتره دي. وكسبت مباراه تشيلي 2-1 في اخر دقيقه ولم اتاهل. كل الناس فرحت، لعيبتي نفسها فرحت، قعدوا يواسوا ويطبطبوا على فرقه تشيلي على اعتبار ان هم تاهلوا، وهم تناسوا تماما ان لائحه البطوله. ده برضو جهل باللوائح. لا، هو حسبه مش جهل باللوائح. احنا عارفين ان احنا واحنا بنلعب البطوله ان الانذارات هيكون لها عامل تاثير كبير جدا، لكن وانت بتلعب ماتش عايز تصعد منه انت ما تقدرش تتحكم في انفعالات اللعيبه. ماشي. وبالتالي لما اخرج زي ما بتقولوا اخفاق، ده مش اخفاق. لما اخرج باللائحه ما اخرجش بالكوره. انت عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، ان انا انذارين 2 بس لو ما كنتش خدتهم كنت اصبحت تاني المجموعه مش حتى ثالث المجموعه. انا قعدنا اللائحه المنظمه او اللوائح المنظمه خلونا يومين في شيلي لحد ما المجاميع كلها تخلص. انا بقول لك ان انا ما اخفقتش، لكن بتسمي ايه عدم تاهلك من الدور الاول قدام فرق ما فيش توفيق، قدام فرق ضعيفه يا كابتن؟ ما فيش فيها توفيق. طب خد اللي بعد كده، اليابان اللي كسبت ال3 مباريات متتاليه، اللي كانوا رايحين ياخدوا كاس العالم، اللي كانوا رايحين منافس قوي وشرس على كاس العالم. عايز اقول لك انهم خرجوا في الدقيقه 120 بعديه بيومين بالدقيقه 120 بضربه جزاء من فرنسا. طب دول تقول لهم ايه؟ على الاقل كانوا مقنعين، احنا ما كناش مقنعين. لا، احنا كنا مقنعين وكان مستوانا بيزيد من مباراه نيوزيلندا. لو اللي الناس تتفرج عليها هنتفرج هوا وعاطفه. انت اخفقت وفاشل ومدرب ما عندكش تاريخ وما عندكش لا، انا عايز اقول لك ان انا لا اخفقت ولا انا فاشل. انا الحمد لله عندي سيره ذاتيه، عندي تاريخ، والتاريخ بيقول ان انا وصلت مع المنتخب الاول كاس عالم، والتاريخ بيقول ان انا هناك فرق يا كابتن اسامه. نعم. ما بين ان انا اقول لحضرتك ان انت فاشل، وحاشا لله ان انا اقول كلمه زي دي. لا ده بيحصل، ده موجود. لا معلش، انا مسؤول عن الكلام اللي انا بقوله. ما هو ده. وان انا اتهم حضرتك بالفشل في مهمه مع المنتخب. طيب، في تقدير وفي احترام، ده لازم يبقى في بناء الحوار اللي ما بيني وما بينك. طبعا. وده مش موجود خالص على الاطلاق ان انا اكون قلت لك الكلمه دي.